مبدئيا رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. كنت بعمل ستوريز وانا بتفرج على الحصه دي، ولو اتحرق الاكل ده انا غالبا مش هفطر. نفس هل ده هيكفي؟ ركزوا معايا واتش وات ام اي جونا دو. انا كان عندي شنطه كبيره يا جماعه فيها دولابي كله. هاي جايز، قبل ما انهي الفيديو خالص معرفش صراحة الإضاءة هتختلف عن آخر مرة صورت فيها وأنا بطبخ في عيد ميلادي ولا لأ، لأن في واحدة من الإضاءات اتحرقت. الإضاءة تكون آخر جايز أنا صريحة بزيادة أعتقد يعني. It's poppin' hallelujahs, it's Omnia, and guess what? I am back again. مبدئيا رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. يا رب ما يقطع لنا عين ولا يحرمنا منكم ويحبكم. اوكي نيفر مايند. مش هكمل المقدمة. ده أول فيديو في رمضان. بقالي أسبوع جماعة، بقالي أسبوع محضرة للفيديو، جايبة الحاجات وتمام، وهموت وصور الفيديو بس مش عارفة أصحى بدري. بجد بقالي أسبوع حايسة والله ما عارفة أصور الفيديو. أخيرا جت الفرصة وبجد يا يتصور يا والله ما أنا منزلها. المهم فكرة فيديو النهاردة هتكون طبخ زي اي يوتيوبر بيعمل نفس الفكرة بتاعت كل رمضان انه بيطبخ طبخات جديدة وكده. طبخة النهاردة هتكون لطيفة يعني. فاكرين اخر مرة لما طبخت فيها ايه اللي حصل؟ في الصينية. مش عارفة اطلعها. اوكي ده اللي طلع معايا. exactly. مش عايزين نفتكر. انا سألتكم على انستجرام اعمل افكار فيديوهات ايه في رمضان، فانتوا قلتولي وصفات لرمضان. حد منكم قال سمبوسة، حد تاني قال كورن دوغز. فالسمبوسة هنعملها في شوية لوحدها. هنعمله النهاردة هو كورن دوغز عشان انا هعمل كذا واحدة. فانا يعني هعمل الوصفة دلوقتي، بعدين هبقى احطها يعني اخليها تجهز، احطها في الزيت على النار على قبل المغرب بشويه غير كلام اكتر من كده. لايك شير سبسكرايب، روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام، بنزل كل يوم هناك وبنزل بوست وكده يلا نبدا بالفيديو. شوف سبحان الله، بصور فيديو طبخ بنفس الجاكيت الجلد اللي انا كنت لابساه في فيديو عيد ميلادي لما عملت الكوكيز اللي اتحرقت. ولو اتحرق الاكل ده انا غالبا مش هفطر. تعريف سريع عن الكورن دوغز. الكورن دوغز دي انا سمعت عنها انها اكله كوريه، بس يعني هي اكله كوريه يعني عارفين انتوا اكل الشارع الكوري، اكل الشارع المصري، اكل الشارع الاردني، اكل الشارع كده نفس الفكره، بس ده اكل شارع كوري بياكلوها كتير هناك. كورن دوغ فاحنا هنعملها هنا. كان بودي ان احنا نسافر كوريا ونجربها بس معيش فلوس. Okay you guys, Omnia Chef is back. اوكي عندنا هنا المكونات. انا كان عندي المكونات already بس اضطريت اطلع اجيب حاجات بسيطة. المهم فاول حاجة هوت دوج، الجبنة الموتزاريلا. انا المفروض كنت جبت ستيكس جاهزة بس يعني ما لقيتش، فهحاول اخلي دي ستيكس. والستيكس نفسها او الاعواد اللي هنعمل عليها حليب وبقسماط، بيكنج باودر وملح ودقيق وسكر. طبعا يعني التليفون عشان هنعمل نجيب منه الوصفة. اوكي يو جايز، في حركة غبية حصلت تقريبا وانا بطلع في الدقيق بالغلط، طاروا شوية على جبهتي، يعني محدش يركز. اسفين على المنظر. ما انتبهتش طول الفيديو ما شاء الله. اسيبكم مع باقي الفيديو. قد لا يكون احسن اخراج سينمائي لفيديو طبخ على يوتيوب. انا جايبه حله عشان هعمل فيها الخلطه، عشان انا هعمل اكتر من واحده يبقى مش هيكفي الطبق. المهم عشان كده الدقيق كتير. anyway انا قاعده كده عشان انا عايزه اتكلم وانا بطبخ معاكم واصيح احاول يعني احاول اتكلم anyway المرة دي جبت الوصفة مش من بينترست،
من يوتيوب. بقول anyway كتير، وانتوا لازم تعذروني وتتعودوا على طريقة كلامي، لان انا فعليا انا بفتح الكاميرا وبنطلق. شاهي. بنبلش بالعجين. طحين، بيكنج اوكي سكر، ملح. خلاص يا حاج يا حاجة. اوكي هي قالت طحين ما قالتش دقيق. في فرق بين الطحين والدقيق. يا رب ما كنتش جايبه مكون غلط كده، انا مش هفطر. اوكي هنحط الدقيق. على فكره ما بخشش المطبخ كتير عشان بكرهه، طيب يمكن مره واحده في السنه، وعشان كذا مره كنت هولع في البيت، فهنا انا بعمل كده عشانكم. اوكي قدروا التضحيه. حط كمان دقيق. معرفش هل ده هيكفي، يعني هل ده كده اهو هيكفي ولا احط اكتر؟ ما احس هيكفي. صحيح هعمل 3 كورن دوجز. قال يعني طباخة عملت كورن دوجز قبل كده، وقال يعني هتظبط بس الثقة ان شاء الله. اوكي باذن الله. الفيديو اللي فات كنت مجهزة اكتر من كده اعتقد. المهم ده البيكنج باودر اهو، بيكنج صودا هو هيفرق جايز. انا قد اكون مش هفطر النهارده، بس يلا خلاص حطينا كفايه كده. سكر، ملح. اوكي انتوا وقعتوا على الارض وهتلموا نمله دلوقتي. معلقه صغيره سكر، معرفش ليه بس هنحطه خلاص واحنا ساكتين من غير ما نسال اسئله كتير. معلقه ملح صغيره، مشاكل حياتي اللي هي ملح. بعدين المفروض هنخلط، وبعدين هنحط الحليب بشويش. ميكسي 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 ميكسي. وانا بميكسي ميكسي ميكسي هكلمكم عن الصياح اللي حصل في اول رمضان. مبدئيا كده النهارده 11 رمضان، النهارده يوم الخميس 11 رمضان، يعني 21/2024 يوم خميس. الساعة دلوقتي 8. طيب لازم اديكم بالتفصيل. 8:14 دقيقة. يوم رقم 11 في رمضان. لسه ما اكلتش سمبوسه لغايه دلوقتي، اللي هي العاده التقليديه في العالم كله، اللي انا بجد يعني انا على فكره متضايقه، مش باين عليا. نصيحة الموضوع ده على انستجرام، عشان كده بروح بقول لكم روحوا اعملوا لي فولو على انستجرام، في بلاوي زرقاء هناك. اوكي حط الحليب بشويش. مبدئيا ما اعتقدش الحليب ده هيكفي. نخلط. بنضيف حليب او مي وبنعجن. ما قالتش نضيف حليب بشويش، ما قالتش كلمة بشويش، هي قالت نضيف حليب ونعجن. اوكي نضيفه كله. ميكش هنقعد نميكش. تقريبا الفيديو ده عبارة عن ميكس، يعني هو تقريبا هو اصلا الخلطة عبارة عن يعني انت بتعمل ميكس بس بين يعني. ويت انا دخلت في كام موضوع في 5 دقايق، ايه ده؟ anyway اسمه ايه ده؟ لا ثواني ظبط. مش محتاج حليب كمان اعتقد. هنا المفروض ان انا بعد ما خلصت عجن عملت العجينه خلاص. انا ما كنتش عارفه انها تجهز بالسرعه دي صراحه، لان يعني الكوكيز جابت لي عقده نفسيه. طيب anyway المفروض ان انا هنقلها على حاجه مسطحه، على صحن مسطح هيك شي، عشان انتوا بتقولوا ليه مش عارفه اسم امه ايه. طيب I will be back. اعمل ترانزيشن بدي ووب. اوكي يو جايز، نقلت الميكس على مكان صحن مسطح زي ما قالت. حاليا طلعت هدودوجايا. طيب هدودوجايا طيب، او يعني سوزوقايا، والجبنه المفروض موتزاريلا الستيكس. ياي. اوكي ركزوا معايا. وات ام اي جانا دو. اقطع نصها. انتوا متخيلين ان انا بطبخ فطاري الساعه 8 الصبح بس عشان لما يجي اعتقد ان انا خبصت، يعني المفروض تكون في النص. ايه ده؟ ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ الموضوع كان سهل في الفيديو. ليه صعب؟ دي اظبط حاجه انا قدرت اعملها. بس الحاجه هعملها هنا هقطع دي عشان ما لقيتش موتزاريلا ستيكس، فهقطعها على اساس ستيكس. معرفش اصلا هتسيح ولا لا، ان شاء الله هتسيح. اوكي بليز يا اسطى
بسم الله. اوكي. This is not working. الموضوع مش شغال. يمكن اوكي خليكم معايا. مش ببرر لا. يمكن لو حطيتها في الميكس ما تقعش، صح؟ لا هتقع. مش عارف اعمل ايه. انا اتورطت. اوكي ظبطت بس يعني اخلي الباقي ازاي؟ يعني اعمل الباقي ازاي لو واحدة ظبطت؟ يعني كلهم بيتقطعوا. سي مش عارف. طيب انا عندي فكرة. بما انه الجبنة مش ظابطة هكملها هوت دوج، ويعني هحط هوت دوج تاني، وهحط الميكس اللي انا عملته هنا ده، وهغطيها بجبنة موزاريلا. هقطعها كده مربعات واحط اما نزور كوريا ان شاء الله نبقى نجربها، واكيد هتطلع احسن من بتاعتي. طيب الميكس المفروض هغطيها بالميكس. كنت المفروض اني هصور فيديو ريل ستايلينج بقى، لان انا بحب الستايلينج صح، وانزله على انستجرام. بس اكتشفت ان انا معيش عباية غير عباية واحدة معايا من زمان وشكلها عرة، فجيت احاول اصور بيها او كده، لقيت ان انا مش عارفة اعملها ستايلينج من الاول خالص. طيب او يعني هي شكلها مش لطيف صراحة، يعني لو لبستها مش هيكون شكل لطيف فيها، فكنسلت ابو الريل. مع ذلك كنت هعمل ستايلينج بدل العباية. كان عندي جاكيت نوعا ما طويل شوية، مش جاكيت خفيف كده، كان ممكن احطه بدل العباية، بس برضو ما ظبطش لانه الستايلينج بيه هيكون يعني سيمبل قوي، يعني مش افتكاسة يعني. تمام. قشطة قوي بجد. قطع الجبنة واحطها. الخلطة اللي عملناها دي توقعت انها يعني هتكفي واحدة، بس اعتقد هتكفي 2 كمان او كده، فقشطة. يا ليتس جو أمنية الشيف، ليتس جو. اول واحدة جهزت صراحة، حسها بيرفكت ان شاء الله، يعني قول يا رب. طيب من ضمن الوصفة دي انه يكون في بطاطس، وقطع بطاطس واحطها يعني على الميكس اللي انا لفيت بيه الهوت دوج. بس انا عارفه ان انا مش عارفه اعمل بطاطس، لان المفروض تكون نص سوا او كده. الكورن دوج التانية هتشوفوا هعمل فيها ايه. بيسكلي بدل البطاطس او بدل الجبنه حتى هحاول احط نودلز هنا. بعدين هلفها بقسماط. احط الكورن دوجز في التلاجة لغايه الفطار عشان اقليهم. اسمها اقليهم على الفطار، عشان لو قليتهم دلوقتي وجيت اسخنهم في الميكرويف حاسه مش هيكون طازه. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس ايه اخبار رمضان معاكم، كلتوا ايه اول يوم رمضان. ده شكل اوكي. ده شكل اول واحده. فاللي هعمله ان انا هضحي بالنودلز دي وهكسرها. المره دي مش هقسمه. المفروض دلوقتي هغطيها بالميكس ده. لا انا ليه بتعب نفسي؟ نحطهم هنا وهنا، ايديا كده نضيفه. اوكي بجد عشان المعلقه يعني ضايقتني. اوكي بالمناسبه في حاجه انا نهارت عليها على انستجرام، بقول لكم فايتكم كتير لو مش عاملين لي فولو. اوكي انتوا عارفين قلت لكم قبل كده في فلوج ان انا نقلت. طيب فحاجتي وهي بتتنقل، انا كان عندي شنطه كبيره يا جماعه فيها دولابي كله. طيب هدوم وحاجات مدرسه وذكريات من صحابي، مش عارفه حاجات كتير. شنطتي انا بس. طيب انا امنيه بس ضاعت كلها، كل حاجه فيها ضاعت، فعشان كده هنا الموضوع صعب في اني اعمل اوتفيتس. انا كنت واخده كام طقم بس، باقي اللبس ما شاء الله ضاع. دلوقتي المفروض اني يعني حاليا تاني طبخة يا جماعة. او ماي جاد، دي تاني طبخة اعملها في القناة، واو، في حياتي اكشلي. طيب شفته من قريب واحد معرفش كان بيعمل ايه سمار على اكله ولا كده، بيقول الحاجات المقرمشة بتعمل صوت اكتر من الحاجات العادية، فده اللي انا عايزاه يحصل هنا.
عايزة الحاجات المقرمشة تعمل صوت اكتر من الحاجات العادية. هغرقها في البقسماط و I will be back again. هاي جايز، طبعا قلعت الجاكيت عشان شوية اتبهدل، وده الجاكيت ده انا بحبه قوي لان انا ما صدقت اجيب ليزر جاكيت اصلا. يا ربنا يستر يا رب ما يكونش باظ. ورا الكواليس عملت واحدة بس سادة من غير لا جبنة ولا نودلز. انا هعمل اخر واحدة دي الرابعة، انا قلت هعمل 3 دلوقتي، هم يعني الميكس اللي انا عملته ده كفى 4 فليه لا هعمل الرابعة دي هحط فيها جبنة ونودلز. يا رب الموضوع يظبط. اوكي يا رب كلهم يلزقوا. يعني انا مقطعه الجبنه شرايح كده صغيره، جت اسوأ واحده تشرح، عشان كده دايما في المدرسه كنت بتجنب ان انا اشرح لحد حاجه، او اني احيانا كنت بشرح صراحه، بس اغلب الاحيان يعني خلينا نقول من بدايه ثانوي وانا اللي كنت كان في فعاليات اللي هو معلمة صغيرة ومش عارفة ايه وبتشرح للفصل وكده، كنت بتجنب الحاجات دي يعني من ثانوي، من بداية ثانوي كده. طرق الشرح عندي ابتدت تبوظ، ابتديت اتجنب ان انا اشرح لحد حاجة. اولى ثانوي بالذات كانت مختلفة لان احنا كنا في كورونا، انا من جيل كورونا. طيب فكنا في كورونا وفي البيت، كانت تجربة جديدة وشوية كان فيها تخلف نوعا ما، كان فيها نوعا ما من التخلف يعني من جميع النواحي. طيب بجد كذا مرة كنت احرج في الزوم ميتنج اللي كنا بنعمله كحصص يعني ويا اما النت يعلق، يا اما المايك ما يتفتحش، يا اما ما اعرفش الاجابه فاعمل نفسي المايك بيعلق كتير بجد، كتير تو ماتش. الحاجات دي كلها كانت على انستجرام، فاللي متابعني من فتره طويله مثلا من 2020 هيشوف ان انا يعني كنت بتحرج، كنت بعمل ستوريز وانا بتفرج على الحصه وانا فاتحه الحصه كنت بعمل ستوريز، كنت بعمل فعاليات على الستوري كده كذا مره اتكسف واتنادى وما اسمعش ان اسمي بيتنادى. طيب مغامرات اوكي مغامرات. ما اعرفش صراحه ايه اللي دخلنا في ثانوي، ما اعرفش ليه فجاه جبت سيره الموضوع ده، بس anyway انا خلصت الكورن دجاجه هوريهم لكم، هغسل ايدي واوريهم لكم. طيب وبعدين هحطهم في الثلاجه عشان اجي على الفطار اقليهم، وهبقى صور وانا بقليهم ونتذوق التحفه الفنيه اللي انا عملتها دي، اللي يا رب فعلا تطلع تحفه فنيه. اوكي يو جايز، فهو ده المنظر النهائي. اول واحدة عملتها خالص دي حطيت فيها الميكس اللي عملناه في الاول خالص مع جبنة بس، وبعدين دي حطيت فيها الميكس اللي عملناه في الاول خالص برضو بس مع نودلز. دي ما حطيتش فيها لا نودلز ولا جبنة، خليتها سادة. دي حطيت فيها نودلز وجبنة. يا منظر مش مبشر بالخير قوي، بس يعني هنشوف. اوكي مبدئيا كده انا عملت النودلز دي صراحة طعمها تحفة، لسه ضايقاها، والعصير ده. وانتوا جاهزين تشوفوا الكورن دوجز اللي المفروض انها يعني اكلة كورية اللي انا عملتها؟ جاهزين؟ بس فرع امنية كوري وفرع امنية، انتوا بجد مش جاهزين للعظمة. 3 2 1 تاتا، الخلطة اتفكت عن الهوت دوج اصلا. ياي انا صراحة مش عارفة ايه الكارثة اللي حصلت دي. معرفش هو انا مكترة بقسماط ولا مكترة اسمه ايه ده الخلطة نفسها اللي لفيت بيها الهوت دوج. I have no idea يا جماعة، بس يعني هي استوت. طيب يعني هي بقت ذهبية، بس ده بس يعني اهم حاجة انها استوت. اوكي يو جايز، النودلز زي ما وريتها لكم، النودلز والكورن دوجز اللي ماتت. صراحة مش عارفة المشكلة فين، في الخلطة ولا انا زودت خلطة، ولا انا ما حطيتش زيت كفاية عشان يقلي. هما ما كانوش عموما على قد الصينية اللي فيها الزيت اللي كنت بقلي بيها. المشكلة ان انا عاملة 2 تانيين فمش عارفة اعملهم ازاي. المهم
من غير كلام كتير خليني هدوق الخلطة لوحدها. وانا قطعت هوت دوجاية ممكن احطها كده وباكلهم مع بعض، يعني احط عليها صوص النودلز الكوري. اوكي نقول بسم الله ونجرب يا رب. مستوية الخلطة بجد، مستوية جامد يعني حلو. طب ليه اتفكت؟ حرفيا طعمها فراخ. يعني طعمها حلو، هاكلها مع الهوت دوج. ازاي طعمها حلو؟ انا بجد فكرتهم ما استووش. هاي جايز، قبل ما انهي الفيديو خالص، احنا بعدها بيومين، يعني انا تقريبا مصوره الفيديو اول امبارح هيك شي انه. المهم شفتوا انا عامله 4 كورن دوجز. طيب الاتنين اللي انتوا شفتوهم في الفيديو العجينه بتاعتهم اتشالت، على فكره طعمهم حلو قوي، حتى انا اكلتهم بعدها ما رميتهمش، دونت وري. اوكي بس الفكره ان العجينه اتفكت فالمنظر كان بشع. ده عشان انا حطيتهم في الزيت على النار، المفروض كنت حطيتهم في الاير فراير. ليه؟ لان التو كورن دوجز التانيين اوكي اللي انا ما عملتهمش، انا عامله واحد دلوقتي على السحور، بس الفرق ان انا ما حطيتوش على زيت على النار، حطيته في الاير فراير. يا فهوريكم شكله بقى عامل ازاي لما حطيته في الاير فراير. اوكي جايز، هو ده الشكل. انا بجد يعني طالع بيرفكت يعني جايز، والله بيرفكت يعني، تسلم ايدي. اوكي جربوها بس استعملوا اير فراير، يا ما تبقوش اغبياء زي الطباخه نجحت. ليتس جو. النودلز عطيتها طعم اكتر. طبعا دي المفروض اللي بالجبنه، دي بقى اللي المفروض بالنودلز، المفروض انها تطلع خشخش. النودلز متحمسه. انا هكمل فطاري. ويا جايز دي كانت نهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم وحبيتوه. لو عجبكم don't forget to like share subscribe، روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام. اشوفكم في الفيديو الجاي. هاللويا، peace out.